يعني من كثر ما نتكلم عن فوزي لقجع بالايجاب في بعض البرامج الرياضيه او الاستديوهات التحليليه يتكلموا عنه بالسلب. فوزي لقجع هو يتحكم بالكاف، هو اللي يتحكم بالكاف. طبعا هذه معلومه غير صحيحه. لو يتحكم في الكاف كان جاب البطولات في المغرب. هو متى رئيس الجامعه الملكيه يوسف؟ 2014 المفروض كنا فزنا ببطولات وبطولات. ليش هذا التضليل والتدليس؟ ليش يعني؟ تعرفين التحكيم والكولسه ولا ليش هذا كله على فوزي لقجع؟ انا هذا سؤالي فقط. ليش الجميع او بعض البرامج تحارب فوزي لقجع؟ ليش؟ شو السبب؟ شو السر؟ اقنعني في الشيء عشان انا اكون في صفك. يعني الرجل يا اخي يخدم ملف بلده، يخدم رياضه بلده. هو صرح بالاساس. انت سمعت مره فوزي لقجع ينتقد الدول المجاوره؟ في حياته والله ما انتقد ولا تكلم بالسلب. رجل يعمل ويجيك واحد يقول لك يا فوزي لقجع وزير الماليه. شو دخلك انه وزير الماليه؟ انت محلل في الاستديو، شو دخلك فيه بالاساس؟ انت تتكلم عن الامور الكرويه. ربما كابتن عبد الله لانه وضع حدا وقطيعه مع الممارسات المشبوهه التي كان يعرفها الاتحاد الافريقي من قبل. فوزي لقجع دائما ما نقول ان ارقامه تتحدث عنه منذ توليه رئاسه الجامعه الملكيه لكره القدم الوطنيه، وليس فقط على مستوى كرة القدم الوطنية سواء المنتخبات أو الأندية، كذلك في تطوير كرة القدم الإفريقية. حتى المقترحات التي يقدمها على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مقترح مثلا تغيير جنسية اللاعبين، فوزي لقجع هو الذي قدمه، لأنه رأى أن مجموعة من اللاعبين الأفارقة مزدوجي الجنسية يعني يحملون قمصان منتخبات أوروبية أو أجنبية التي يحملون جنسيتها في سن معين، ومن ثم مباراة أو مباراتين لا يتم استدعائهم مرة أخرى لهذه المنتخبات. فوزي لقجع قدم هذا المقترح من أجل تغيير الجنسية الرياضية، واستفادت منه العديد من المنتخبات الإفريقية. ففوزي لقجع دائما ما نقول أنه إنسان ناجح مسير محنك، أرقامه هي التي تتحدث عنه سواء في المغرب سواء في إفريقيا وكذلك على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم. ودائما ما نقول على الأشخاص أو الأبواق أو الأفواه التي تتحدث كثيرا، القافلة تسير وتتم معروف. أكيد طبعا.